قرية دوير الهوى الكردية من عشيرة الديدان، من جد واحد يعرف بيت شمو، لهم صلة قرابة مع كل قرى الديدان، وخاصة جدود وقبة شيح وعبلة وصوصنباط. عدد سكانها حوالي 750 نسمة. مساحة القرية 1300 هكتار. تتبع لمحافظة حلب، منطقة عزاز ناحية أخترين. تبعد عن حلب شمالا 28 كيلومتر، وعن عزاز شرقا 31 كيلومتر، وعن ناحية أخترين جنوبا 8 كيلومتر. تحدها من جهة الغرب قرية تلتانة، ومن جهة الشرق قرية شدود، ومن جهة الشمال قرية حومة، ومن الجنوب قرية عبلة. سميت القرية باسم دوير الهوى نسبة بوجود كنيسة في أطراف القرية، يعتقد إنها كنيسة رومانية، ويوجد على أطراف القرية كهوف قديمة ومقابر رومانية وجب ماء روماني، ووجود نقوش على صخور الكهوف بكثرة على شكل رسومات يونانية مثل غصن الزيتون وطائر البوم. رسم الشمس هو رمز الزرادشتية. تشتهر القرية بزراعة القمح والشعير والعدس وشجر الزيتون وفستق الحلبي والتين والعنب، وتربية المواشي مثل الغنم والماعز والبقر ودجاج البلدي. وأغلب أهالي القرية يعملون في مجال مقالع الحجر وتجارة المحاصيل الزراعية والتبن. تعرض القرية مثل كل القرى في كل المراحل تغيرات في شمال سوريا، وخاصة أثناء دخول داعش وسيطرة عليها، وتمركز فيها بحجة محاصرة ناحية أخترين لمدة 6 أشهر. تبادل القصف بين داعش وفصائل، مما أدى إلى تهجير أهالي القرية إلى مناطق آمنة، وتخريب البيوت وحفر الأنفاق بين كروم القرية، وتخريب أشجار معمرة من الزيتون. وبعدها أثناء سيطرة كاملة على المنطقة وهروب فصائل إلى تركيا، بدأ داعش بمداهمات ليلية واعتقالات تعسفية بحجج أكراد كفرة وجرهم إلى سجون، وما زال أشخاص مصيرهم مجهولة حتى الآن. استمر حتى بداية 2017. جرى اشتباكات بين داعش ومرتزقة المدعومة من جيش التركي، وهروب داعش قسم منهم إلى مناطق شرق حلب، وقسم الأكبر غير ملابسه وانضم للجيش الوطني والشرطة العسكرية، وما زال موجودون في المنطقة. ويتم مضايقة الأهالي من خطف وطلب فدية مالية، الهدف منه تغيير ديمغرافية القرية وإسكان عوائل من حمص وحماة وغوطة ودير الزور. المعلومة من أحد الأشخاص المنطقة، وأنا ألقيها بصوتي محمد الأحمد، وكل الشكر للمحامي وموثق المعلومات لمناطق الكردية وقرى الكردية علي عبد الله كولو.